شنت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في جلسة لمجلس الأمن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة وحلفائها، متهمة إياهم بازدواجية المعايير وخداع العالم أجمع بقلب الحقائق. جهر الرئيسة الأرجنتينية بالحقيقة دفع ببعض القنوات لوقف بث الكلمة وإلغاء الترجمة فورا. نجمة تفردت في سماء الأمم المتحدة، امرأة ولا كل الرجال من الحكام العرب، شجاعة وجرأة في قول الحق لم نرها في حكام أقل ما يمكن وصفهم بمستعربين يدعون الإسلام. كريستينا فرنانديز دي كيرشنر رئيسة الأرجنتين، يبدو أن وقع كلامها لم تحتمله أصحاب قنوات الظلام والكذب وقلب الحقائق، مضطرهم لقطع البث المباشر خلالها وإلغاء الترجمة. ما جاء في كلمة الرئيسة الأرجنتينية: اجتمعنا منذ عام وكنتم تعتبرون نظام الأسد إرهابي، وكنتم تدعمون المعارضة الذين كنا نعتبرهم ثوار، واليوم نجتمع للجم الثوار الذين تبين فيما بعد أنهم إرهابيون، ومعظمهم تدرج في التنظيمات الإرهابية وانتقل من المتشدد إلى الأكثر تشددا. تم إدراج حزب الله في وقت سابق ضمن قائمة الإرهاب، وتبين فيما بعد أنه حزب كبير ومعترف به في لبنان. اتهمتم إيران على خلفية الانفجار الذي طال السفارة الإسرائيلية في بونس آيرس عام 94، ولم تثبت التحقيقات من قبلنا تورط إيران بهذا الانفجار. أصدرتم قرار محاربة القاعدة بعد أحداث 11 من سبتمبر، واستبيحت بلاد وقتل أهلها تحت هذا العذر مثل العراق وأفغانستان، وما زالت هاتان الدولتان تعانيان من الإرهاب بالدرجة الأولى. رحبتم بالربيع العربي وعممتموه في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وأوصلتم الإسلام المتشدد للحكم في هذه البلدان بقراراتكم ومباركتكم، وما زالت شعوب تلك الدول تعاني من وصول المتشددين الإسلاميين إلى الحكم والعبث بحريات المواطنين هناك. اتضح من خلال القصف على غزة فداحة الكارثة التي ارتكبتها إسرائيل وموت العديد من الضحايا الفلسطينيين، بينما اهتممتم بالصواريخ التي سقطت على إسرائيل والتي لم تؤثر أو تحدث خسائر فيها. اليوم نجتمع هنا لإصدار قرار دولي حول تجريم تنظيم داعش ومحاربتها، وداعش مدعومة من قبل دول معروفة أنتم تعرفونها أكثر من غيركم، وهي حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس الأمن. من أين تأخذ داعش والقاعدة أسلحتها؟ إن مقاتلي الحرية بالأمس هم إرهابيو اليوم. رئيسة دولة غربية تشهد الحق وتشهره وتسمي الأشياء بمسمياتها، وتؤكد رياء ما أسموه ربيعا وثوار، بينما تشارك طيارة عربية إماراتية في قصف مواقع داعش الإرهابي في سوريا، معلنة أنها مع ما أسمته ثورة سورية. كريستينا فرنانديز، لك ترفع القبعات ولك تنحني الرؤوس، وعار على كل حكام العرب المتواطئين.